ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هوريك فيديو وقول لي فهمت ايه من الفيديو ده. فهمت ايه بقى من الفيديو؟ انا هقول لك. الراجل ده تقريبا عمال يلف اليوم كله على كعوب رجليه عشان يبيع اكياس غزل البنات اللي معاه، اللي تقريبا مكسبهم مش هيعدي 150 جنيه، واليوم خلص وتقريبا ما بقاش اللي يكسبه حتى 50 جنيه. والراجل وراه مسؤوليات وضغوطات، فحس بالخنقه وقله الحيله والحياه القاسيه اللي احنا عايشينها، وانه باع في الاخر زي ما باعش، فابتدى يقطع ويرمي الاكياس على الارض من غلب وقله حيل. فربنا يهون عليه وعلى كل مصري عايش في مصر في وقتنا ده، لان حرفيا كل مصر بقى فاقد الامل والشغف في اي حاجه بتتعمل وهتتعمل، واحساس انك شغال بكل طاقتك ومش مكفي احتياجاتك الاساسيه ده مميت نفسيا. فهل بقى موضوع زي دوت يطلع ترند زي موضوع الواد اللي لسه ضربه عمرو دياب بالقلم، وقبلها الواد بتاع ويجز الغلابه بتاع انتش واجري، وقبلها الواد بتاع الكشري؟ ولا احنا شعب تافه ونموت في التفاهه والهايفه؟ وحاجه زي كده مهمه لا ما نتكلمش عليها، اهم حاجه نطلع الواد ترند عشان نعرف عمرو دياب ضربه ليه. يمكن الواد عمل حاجه لعمرو دياب والكاميرا ما جابتهاش مثلا، الشعب كله هيموت ويعرف عمرو دياب ضرب الواد ليه، وكل البرامج عايزه تسجل وتعرف من الواد انت ضربت ليه، وليه ما ضربتش عمرو دياب في ساعتها بالقلم زي ما هو ضربك وخدت حقك، ده انت راجل صعيدي. وبكره وبعد يبقى نجم ويعمل اغاني ويمثل في الافلام. احنا كده شعب تافه نعمل من الحبه قبه، انما حاجه زي كده نتكلم عنها ونطلعها ترند؟ لا طبعا. هيجي واحد يقول لي لا الموضوع طلع ترند وابو هشيمه بنفسه تواصل مع الراجل وعمل له كشك. يا عم الموضوع مش موضوع واحد متضايق ومتعثر ماديا فمسك الاكياس بتاعت الحلاوه اللي بيبيعها رماها على الارض، فجه رجل اعمال غني عمل له كشك عشان ياكل منه عيش. يعني مثلا في موضوع الواد اللي اتضرب بالقلم من عمرو دياب، الناس اتحولت لمجموعتين. مجموعه من الناس عايزه تعرف انت ازاي راجل صعيدي وسكت لعمرو دياب بعد ما ضربك بالقلم، كنت المفروض تديله القلم قلمين. ومجموعه تانية عايزه تعرف ايه السبب اللي يخلي عمرو دياب يعمل كده، مش يمكن الواد عمل حاجه لعمرو دياب والكاميرا ما جابتهاش؟ وانا مع الراجل ده عايز اعرف ايه السبب اللي يخلي الراجل يرمي اكياس الحلاوه اللي هي اكل عيش ويعمل كده، عشان نعرف الناس ان في طبقه من الناس حرفيا حياتهم ما بقتش حياه، بيشتغلوا ويتمرمطوا ويتذلوا ويشتغلوا شغل مميت وفي الاخر مش قادرين يكفوا الاساسيات. وفي نفس الوقت اللي في واحد بيعمل كل الكلام ده ومش قادر يكفي اساسيات بيته، في اب بيدي ابنه مصروف 3 4000 جنيه في اليوم الواحد. ايوه الراجل ربنا كرمه وغني، هيبخل على عياله ليه مثلا؟ مش ده المقصد. المقصد انك لو ضغطت على الغني مش هيتاثر، انما الجنيه الزياده على طبقتنا بتعمل خلل في الميزانيه الشهريه. احنا طبقه ولا عايزين اي نوع من انواع الرفاهيه، عادي مش فارق معانا اي حاجه، مش طالبين غير ناكل ونشرب ونعلم عيالنا تعليم كويس ونعيش في امان ومرتب يكفينا لحد اخر الشهر وخلاص كده خلص الموضوع. ده انت في بلاد اوروبا عشان يحققوا المساواه بين افراد المجتمع كله بياخدوا ضرائب على حسب مرتبك، مرتبك كبير ياخدوا منك ضريبه كتيره، مرتبك قليل ياخدوا منك ضريبه قليله، ولو انت مش شغال خالص بيدوك مرتب زيك زي اي حد شغال عشان تعرف تصرف على بيتك وعلى اسرتك طول الشهر. فتلاقي المواطن عنده انتماء وحب للبلد اللي بدورها بتحاول تسعى انها تخدم وتسهل وتساوي حياه المواطنين ماديا بقى ومعنويا ونفسيا وصحيا وتعليميا. اصل الغني لو اتكيت عليه سنه مش هيفرق معاه في حاجه. يعني مثلا تعالى قول لسكان مدينتي او سكان اي كومباوند في الشيخ زايد اننا هنقطع عليكم الكهرباء لمده شهر او شهرين كل يوم ساعتين في اليوم، هتلاقي تاني يوم كل واحد جاب مولد حطه على سطح الفيلا بتاعته والموضوع بقى عادي خالص، الكهرباء تقطع المولد يشتغل والموضوع هيمشي عادي ولا كأن في اي حاجه. انما تعالى لما الكهرباء تقطع عندنا احنا بقى في منطقتنا الشعبيه، ايه اللي بيحصل؟ احنا عايشين على حته مروحه بتطر علينا البيت في الصيف، الكهرباء تقطع المروحه تفصل، نفضل بقى عايشين ساعتين بنسيح حرفيا عمالين نقول يا رب النور يجي يا رب النور يجي بس وخلاص، وما عندناش اي حاجه تانية نقدر نعملها. على العكس الراجل الغني اللي بفلوسه بيطلع حلول لاي حاجه بتحصل حواليه. انت عارف حط لي رسوم واشتراك شهري على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك مش هيفرق، زود لي تذاكر السينما 200% برضه مش هيفرق، اللي معاه يتفرج واللي معهوش ما يتفرج، غلي لي السجاير ومشتقاتها 200 300% برضه عادي مش فارق، اللي معاه يشرب واللي معهوش ما يشربش، خلي البيبسي ومشتقاته الازازه ب 100 جنيه مش فارق برضه كده كده مقاطعه، اعمل لي رسوم ترخيص للي جايب عربيه بمليون و2 و3 و10 غير اللي جايب عربيه ب 150 الف جنيه ياكل عليها عيش. ده مش هيفرق مع الغني انما هيفرق جدا مع الفقير وهيحس ان البلد بتقدره. حط لي غرامه بقى لليوتيوبر والتيك توكر والممثلين والمغنيين لاي حد بيعمل محتوى غير هادف، ده هيفرق كتير في اخلاق جيل بيبوظ يوميا بسبب المحتوى البايظ اللي بيتنشر لعدم وجود رقابه تمنع اي حاجه غير مناسبه لعاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا. اعمل اي حاجه وغلي اي حاجه بس ابعد عن العيش والرز والمكرونه والفراخ والسمك واللحمه والخضار والبنزين والكهرباء والمواصلات والايجار والغاز والميه. اعمل حساب ان اقل مواطن دخلا يعرف يوفر احتياجاته الاساسيه، والغير اساسيه دي بقى اضربها في 1000،
واللي معاه يجيب واللي مش معاه ما يجيبش، مش هيفرق. لكن حرام واحد زي الراجل بتاع غزل البنات ده، عن ثقه بقول لك ان هو بقاله مش اقل من 3 4 شهور ما كلش لحمه ويمكن فراخ كمان. فالمقصد ان احنا لازم نبص على اقل حد عايش في المجتمع وندور الدنيا على حس، وزود وغلي الرفاهيات براحتك، عوض بيها اللي رخصته من اساسيات المعيشه عشان اقل مواطن يعرف يعيش. اصل الازمه اللي بتمر بيها مصر والديون دي الفقير مش هيحلها، اللي هيحلها الزراعه والتجاره والصناعه. لكن الاسلوب المتبع في مصر ده هيهد كل اللي اتبنى، لان خلاص المواطن المصري يعتبر جاب اخره من كل حاجه. بس فربنا يعدلها ان شاء الله ونشوف مصر في احسن حالاتها.